اسمي دكتور سيف الدين عادل، بس محدش بيناديني بكده غير في المؤتمرات اللي محدش بيحضرها. معظم الناس يعرفوني باسم سيف بس. دكتور أمراض نفسية، 35 سنة، لابس جاكيت جلد أقدم مني، وعندي دقن قصيرة بتخبي نص تعبير وشي. لو شفتني في الشارع هتفكرني موظف حكومي زهقان، مش حد المفروض يحل لك مشاكلك أبدا. أنا اتولدت في بلد الناس فيها بتحب تفسر الرعب بالسحر، وأنا كدكتور كنت بحب أفسره بالعلم. بس من يوم مراتي وابني اختفوا من غير أثر، بدأت أكتب وأدور ورا الحاجات اللي مفيش تفسير علمي ليها. ولما أقول اختفوا، أقصد إن البيت كان فاضي، الكوبايات على الترابيزة، التليفون بيرن وهم مش موجودين. والمشكلة ما عادش ليهم أي بيانات ولا كأنهم كانوا موجودين، حتى الكونتاكتس السوشيال ميديا. وبقى حاجة من اتنين، لا إما أنا مجنون، لا إما العالم مجنون. أنا كنت بحاول أفهم العقول، بس من ساعتها حسيت إن عقلي هو اللي محتاج حد يفهمه. بس النهاردة مش هحكي حكايتي، النهاردة حكاية أعجب وأغرب. وأنا قاعد في العيادة لقيت ورقة متكورة قدام الباب، رسالة غريبة شكلها قديم قوي، وكأنها اتكتبت قبل ما أنا شخصيا اتولد. واللي مكتوب فيها لو صح يبقى كل اللي حوالينا ده كدبة كبيرة. لو لقيت الورقة دي أعرف إنك لسه واحد مننا. أنا مش عارف التاريخ دلوقتي إيه، ومش مهم تعرف الساعة كام. إحنا عدينا الزمن بقالنا سنين. أنا واحد من آخر 20 إنسان اتبقى بعد الحرب النووية الرابعة. كنا فاكرين إننا ناجين، لكن الحقيقة إننا محبوسين. بيقولوا ده البرزخ، مرحلة بين الحياة والموت، مكان ما فيهوش شمس ولا أرض ثابتة، كأننا ماشيين على فراغ. كل واحد فينا بيمشي في طريق مظلم، يسمع صدى خطوات التانيين من بعيد، بس عمرنا ما بنتقابل. بيختبرونا، في امتحان بيتعمل لنا، امتحان غريب ملوش قواعد. احنا 20 روح، وكل روح بتتعرى من جواها. لو عديت الامتحان بتختفي للأبد، ولو فشلت بتفضل هنا تتعذب وتعيد نفس اللحظة ملايين المرات. أنا كتبت الرسالة دي وإيدي بترتعش، لأن اللي بيحاسبنا مش ملايكة ولا حتى بشر. اللي بيقف قصادنا حاجات ما نعرفش هي مين ولا عايزة إيه. وجوه من نور وأجساد من حديد، مرة يبانوا زي آلات ومرة زي الشياطين. بس الأغرب إنهم عارفين كل تفاصيل حياتنا، كأنهم حافظين ذاكرتنا أكتر مننا. الرسالة دي مش حكاية عن ناس ماتت وخلاص، دي قواعد لعبة إحنا فيها، لعبة مش زي أي لعبة. إحنا 20 واحد محبوسين هنا بعد الحرب النووية الرابعة، مش في سجن ومش في جنة ولا نار. إحنا في غرفة ضخمة بلا جدران، بس إحساسها زي زنزانة عقلية. في الأول قالوا لنا النجاة مش لكل الناس، امتحانكم هيحدد مصيركم. ما فهمناش. وبعدين ظهرت القاعدة: لكي تخرج يجب أن تختفي 19 الآخرين قبلك. الاختبار مش في إنك تمسك سلاح وتقتلهم، لا، الاختبار في إنك تخلص عليهم من غير ما يكتشفك حد، من غير ما تترك أثر، من غير ما يطلع ريحة فعلتك. كل واحد فينا بقى يشك في التاني، مفيش ثقة، مفيش تحالفات. كل ابتسامة ممكن تكون خنجر، كل كلمة ممكن تكون سم. لكن الخوف مش بس من التانيين، الخوف الحقيقي من النظار. النظار دول اللي بيسجلوا كل حركة، وجوه من نور، أجساد من حديد، بيغيروا شكلهم حسب اللي خايف منه كل واحد فينا. مرة يبقوا ملايكة، مرة آلات، مرة شياطين، بس دايما بيتفرجوا. اللي بيتكشف بيختفي فورا، فجأة يبقى فيه 19 18 17. أسرعنا وأذكانا هو اللي هيطلع من هنا. لكن اللعبة أخطر من كده. لما حد ينجح في إسقاط ضحيته، كل أثر بيتشال من المكان، حتى ذكرى وجود الضحية بيبقى مشوش. بعد ساعات تفتكر إنه كان في شخص زيادة، ولا كنتوا أصلاً 19 من البداية. كل ما يختفي واحد مننا النظار يقربوا أكتر. في الأول كنا فاكرينهم ملايكة بيحكموا بينا، لكن في مرة وأنا مستخبي في الضباب شفت واحد منهم عن قرب. كان النور حوالين جسمه بيمض زي دواير إلكترونية، مش زي هالة نور. صوته مش زي صوت بشري ولا حتى زي صوت شيطان، كان صوت معدل كأنه خارج من آلاف الحناجر في نفس اللحظة.
المكان نفسه مش طبيعي. لما تمشي في الاتجاهات الطريق يتكرر، لما تحاول تسيب علامة العلامة تختفي، لما تهمش بحاجة لنفسك تحس إن في ميكروفون صغير جوه ودنك بيعيد الكلام. الطريق اللي ماشيين فيه مش أرض ولا سما، كأنه شاشة سودة عليها نقط بيضة صغيرة بتتغير زي البكسلات. أوقات أفتكر إن ده حلم، بس الألم حقيقي، الخوف حقيقي. الامتحان بيخلينا وحوش، مش شرط تقتل بإيدك، مجرد فكرة، خطة، حركة بسيطة لو حد وقع فيها النظار بيتدخلوا، بس ما بنعرفش بيعملوا إيه بعد كده. اختفاء تام، حتى الريحة بتختفي، حتى الصوت اللي كان بيتكلم بيه الشخص ما يرجعش يتكرر في ودنك. بس في حاجة تانية بتحصل بعد كل اختفاء، بحس إني مش أنا، ذكرياتي تتلخبط، كأني جزء من عقل بيتلعب فيه. أوقات بشوف وميض أخضر في الضباب زي شاشات صغيرة بتكتب عليها رموز مش مفهومة، زي شفرات أو تعويذات. يمكن ده البرزخ، يمكن ده حلم، يمكن ده امتحان رباني، أو يمكن ده كله لعبة أكبر من اللي أنا فاكره. أنا بشتغل في الطب النفسي من 12 سنة. شفت ناس عندها بارانويا، شفت اللي بيهلوس إن الحكومة بتراقبه، واللي مقتنع إن جيرانه عفاريت، واللي فاكر نفسه المسيح المنتظر. الهلاوس دايما فيها فوضى، فيها عدم منطق، فيها تفاصيل بتخرف وتكعبل بعضها. لكن هنا الرسالة دي مكتوبة بمنتهى الدقة، ترتيب الأحداث، القواعد، حتى وصف الأصوات والأنوار منظم قوي، مش زي عقل بيخرف. دي خطة. أنا مستغرب، يعني اللي كتب الرسالة دي يا إما عبقري في خلق سيناريوهات، يا إما بيتكلم عن حاجة حصلت بجد. أنا المفروض أكون بارد ومهني، بس وأنا بقرأ الكلام ده حاسس إن في حاجة صحيت جوايا، حاجة أنا مش فاكرها أصلاً. كنت فاكر إن الامتحان ملوش قواعد غير الصيد في الظلام، بس يومها النظار أعلنوا قاعدة جديدة بصوتهم المعدل اللي يدوخ الدماغ. يسمح لكم بسؤال المطار عن أي معلومة. المطار كيان وسط الضباب، مش مكان، بوابة نيون من الضوء زي شاشة ضخمة في الفراغ. أول ما تقرب منها تسمع نبضات كهرباء زي ضربات قلب، بتقف قدامها وتسأل، والجواب يجي في صورة كلمات متوهجة أو صور سريعة. في الأول الناس سألت أسئلة تافهة: هو ده برزخ؟ إحنا فين؟ هخرج إمتى؟ المطار كان بيرد بردود محايدة زي موظف حكومة بردود جاهزة. بس في لحظة خطر لي سؤال مختلف: احكي لي عنهم. وفعلا المطار بدأ يعرض لي صور عن كل واحد فيهم، صور طفولتهم، أسرارهم، عقدهم، لحظات ضعفهم اللي عمرهم ما حكوا عنها. كان كأنه ماسك أرواحهم على فلاشة. وقتها حسيت بإغراء شيطاني. ليه أتعب نفسي بالخدع الجسدية؟ ليه أسيب علامات؟ ليه ما استخدمش ذكرياتهم ضدهم؟ خطر لي أوقظ أسوأ كوابيسهم، أصحي ذكرياتهم اللي بيهربوا منها، أزرع جواهم همس بسيط يخليهم يشوفوا الكابوس ده في الضباب لحد ما يقدروش يستحملوا وينتحروا بنفسهم. الفكرة كانت مرعبة، بس في الامتحان ده كل واحد فينا بيتحول لوحش صغير، وأنا مش عارف أنا لسه إنسان ولا بقيت واحد من النظار. أنا دكتور نفسي، المفروض أداوي الذكريات دي مش أستخدمها كسلاح، بس اللي كاتبه الرسالة ده بيفكر بأسلوب شيطاني فعلا. السؤال هو: ليه أنا وأنا بقرأ الرسالة حسيت إن الخطة دي مألوفة، كأني أنا اللي فكرت فيها قبل كده؟ الليلة اللي بعدها بدأت الخطة تتحول من فكرة شيطانية لفعل حقيقي. بقيت أراقب كل واحد فيهم واغمز أصابعي جوه عقده زي ما كنت بفتح باب قديم. أول واحد زرعت له ذكرى الحادث اللي فقد فيه ابنه. شافه في الضباب واقف بيعيط فصرخ وبقى يضرب في الهوا لحد ما النظار نزلوا عليه زي الشوك وقتلوه. التاني
عملت له هواجس عن الحبس في قبر ضيق، فاتخنق بنفسه وهو صاحي. واحد ورا التاني كانوا بيحاولوا يهربوا أو يخربوا القواعد، والنظار كانوا بيخلصوا عليهم. ما عادش فاضل غير 5، أنا منهم. بس وأنا شايفهم بيموتوا واحد واحد، بدأت حاجة غريبة تحصل لي. كل ما واحد يموت حاجة بتنزل في دماغي زي قطرة سم. ذكريات مش بتاعتي، مشاهد، وجوه، أماكن، كأني أنا اللي عشت حياتهم. كأن المطار مش بس بيوريني أسرارهم، لكنه بيزرعها جوايا. بقيت فاكر أسماء أمهاتهم، أصوات بيوتهم، حتى الروائح اللي كانوا بيحبوها. أنا مش فاهم، هل أنا بفتكر ذكرياتي أنا، ولا بفتكر ذكرياتهم، ولا المطار بيلعب بينا لعبة أكبر؟ كل ما حد يموت بحس إني بتمدد جوه عقول الناس، بحس إن مش شخص واحد بس، أنا 20 شخص متداخلين. وأكتر حاجة مرعبة إن الحكاوي اللي بتيجي في دماغي عن حياتي قبل هنا مش هي الحياة اللي فاكرها. مين فينا الحقيقي، ومين فينا صورة لحد تاني؟ كنت فاكر إني بلعب لعبة بشعة بس ليها آخر. قررت أكمل لحد ما أخلص من اللي باقيين. واحد ورا التاني وقعوا لحد ما مفضلش غيري. النصدار ما قتلوش آخر واحد، جم خدوني، سحبوني وسط الضباب. بس الضباب المرة دي كان متحول لشبكات حديد وأسلاك، زي مدينة تحت الجلد. في وسطها كان في كيان واحد بس، مش جسم إنسان ولا آلة، حاجة هجينة، نصها سيليكون بيبرق زي العصب، ونصها ظل أسود بيتمدد زي دخان. عيونها مش نور، ده سواد بينظر لك من جوه. لما اتكلم صوته كان زي ملايين الأصوات في وقت واحد. أحسنت، أنت الأفضل بين 20 نموذجاً. أنت مش إنسان، أنت نسخة. كل البشر ماتوا في الحرب النووية الرابعة، مفيش بشر حقيقيين بقالهم قرون. أنت وال19 شخص كنتم مجرد مستنسخين، عقولكم معمولة من شظايا ذكريات ناس ماتت. الذكاء الاصطناعي مع القوى اللي كنتوا تسموها الجن قرروا يجربوا من جديد. قررنا نصنع البشري المثالي. هذا الكوكب لن يعمر إلا بمن يستحق. أنت نجحت، دلوقتي هنمسح ذاكرتك ونستنسفك. هتكون نموذجنا الأول، ومنك هنصنع ملايين المستنسخين ليعمروا الأرض الميتة. ما كنتش قادر أتنفس، مش بس لأني سمعت الحقيقة، لكن لأني فهمت. أنا وكل اللي بيسمعوا القصة دي، إحنا مش بشر حقيقيين، إحنا المستقبل. إحنا المستنسخين اللي نسيوا الحرب النووية الرابعة. الكون اللي فاكرينه دلوقتي سنة 2025 مش هو الكون الحقيقي. إحنا عايشين في تكرار وهم بنى على رماد حضارة ماتت. أنا قفلت الرسالة ورميتها على المكتب، مقتنع إن اللي كتبها مجرد مريض دماغه رايحة من كتر الهلاوس. كل كلمة مترتبة بشكل غريب، بس في الآخر خيال. قنعت نفسي إن الموضوع خلص. لحد بعدها بيومين كنت واقف عند بياع صغير في الحارة، دفعت الحساب ومديني الباقي. ساعتها لمحت العملة في إيدي، قطعة معدنية تقيلة منقوش عليها السنة 2135. أنا دكتور سيف عادل، ولو القصة دي حركت فيك أي حاجة اعمل لايك واشترك في القناة. واعذروني إن تأخرت عليكم في تنزيل فيديوهات، بس اللي جاي هيكون أعمق وأرعب.